السلام عليكم وأهلا وسهلا بكم من جديد في حلقة جديدة من بودكاست شيما's voice. أغلبية الناس كيقولوا الأيام كطير، كبرنا، الوقت داز بالزربة، ولكن الحقيقة راه ماشي هادي. الأيام راه كدوز، ولكن النضج ماشي مسألة وقت بل مسألة تجارب. ما يمكنش يكون الوقت اللي داز هو اللي كبرنا. إلا هضرنا على كبرنا فمعناته نضجنا. النضج عنده علاقة دائما بالتجارب اللي كتحطك فيها الحياة. هما لحظات عشناها، هما ناس جاو ومشاو، هما مواقف، هما أزمات خلات أثر فينا كبير. كل هذا هو اللي كيخلينا نكبروا، أو بمعنى آخر نكبروا بالعقل، نكبروا بالفهم، ونكبروا بالوعي. كاينين ناس دخلوا لحياتنا وخرجوا، بعضهم علمونا دروس حقيقية وبسيطة، وبعضهم علمونا دروس خفيفة وكذلك بسيطة، والبعض الآخر خلفوا فينا واحد الجروح كبيرة. وكاين اللي كيكونوا كأنهم مرايا، شفنا فيهم جوانب منا ما كناش عارفينها. هاد الناس بالضبط بعضهم كيخليك تعرف قيمة الحب والثقة والصداقة، وبعضهم كيعلمك كيفاش تكون أكثر حذر وأكثر وعي، لأنه تيكونوا ناس بشر ولكن أفعال شيطانية، وهما مع الأسف اللي كيخليوك تستنتج أن الحياة ماشي سهلة وما فيهاش دايما غير الزوين. شحال من مرة صادفنا شخص وقلنا هاد الإنسان تبدل، ما كانش بحال هكذا، ولكن في الحقيقة هو راه غير نضج وبدا كيحط الحدود، بدا كيعرف شنو يستحق وشنو ما يستحقش. وهذا الشيء طبيعي لأننا كنكبروا بملاقاة الناس، كنكبروا بالتجارب ديالنا، كنكبروا بالخداع والخذلان اللي كنوصلوا ليه، بالمواقف اللي كتبدل نظرتنا للأشياء، بهذيك الطيحة والنوضة اللي كترنا في حياتنا، بهذيك النية أو السذاجة اللي كتكون فينا. لأن بهذيك المواقف باش حنا كنتوعاو وكنقولوا حبس، وقيلا أنا كنت ساذج، وقيلا أنا كنت نية بزاف، ما كانش عليا نكون بحال هكا. كل واحد فينا مر من تجارب صعيبة، يمكن كانت أزمة عائلية، يمكن خيانة من شخص قريب، يمكن فشل في تحقيق حلم، أو حتى لحظة أحس فيها بالضياع وما فهمش حياته وما فهمش راسه. ولكن العجيب في الأمر هو أن أصعب اللحظات هي اللي كتصنع منا أقوى نسخة من ذاتنا. الشدائد كتشبه ديك العافية اللي كتسقل الحديد، هي كتحرق ولكن في الأخير كتشكل واحد الشخصية مختلفة، أكثر صلابة وأكثر وعي. فكر شوية، شنو أكثر لحظة صعيبة دازت عليك؟ كيفاش تعاملتي معها؟ واش اليوم انت كتشوف اللور؟ واش حاس باللي هاد التجربة بدلات فيك شي حاجة؟ ولا زعما باقي الألم ولكن بلا معنى؟ من المستحيل تلقى شي واحد عاش حياته وما عاش من شي تجربة خايبة كيف ما بغات تكون هاد التجربة، غير هو كيبقى دايما فرق بين الشخص الناضج والشخص مازال في بداية الرحلة. الفرق ما بين الأول والثاني هو أن الأول اختار يتعلم من كل تجربة عاشها، بينما الثاني اختار يبقى حابس في الماضي والألم والبكاء. لهذا النضج هو اختيار ماشي إجباري، هو اختيار لحياتك. انت اللي كتختار شنو بغيتي تكون، وانت اللي كتختار واش بغيتي تتعلم درس ولا تبقى غارق في الماضي. تقدر تعيش نفس التجربة مليون مرة بلا ما تتغير، وتقدر تعيش موقف واحد ولكنه غادي يفتح لك عينيك على حقائق عميقة، وغادي توصل على أنك تتعلم من هذه التجربة بطريقة واعية وراقية. فرسالتي لكم اليوم بغيتكم توقفوا لحظة وتفكروا شنو هما هاد التجارب اللي شكلاتك، اللي وصلاتك لهاد الشخص اللي انت اليوم. شكون هما الناس اللي خلاوك تتبدل سواء بالإيجابي أو بالسلبي؟ وشحال من موقف كان نقطة تحول في حياتك؟ واش تعلمتي شي حاجة؟ لأنه إلا ما تعلمتيش خاصك تعاود الحسابات ديالك. الغلط ماشي في الناس اللي عطاوك الدرس، الغلط فيك انت، لأنه هادوك الناس يقلبوا غير على الهفوات. إذا كنت اليوم في وسط واحد الأزمة تذكر أنها ماشي نهاية العالم،
بل مجرد محطة من محطات التعلم. وإذا كنت وصلت لمرحلة الوعي والنضج فافتخر براسك، لأنك وصلت لهذا الشيء بعد معارك صامتة بينك وبين حياتك. من الفيديو فكنقول لكم شكرا. كنتمنى ان هذا الفيديو تكون خفيفه على قلبكم، تهلاو في راسكم، ونتلاقاو في الحلقه الجايه ان شاء الله. الله يسخر الجميع.